بسبب اتهامات عشوائية لمواطنين مغاربة وتحامل عدواني على أهل الريف. النيابة العامة كتجر أحمد ويحمان للتحقيق. صرح والد نصر الزبزافي المعتقل بسبب احتجاجات الحسيمة بأن 5 من المعتقلين في حراك الريف تم استجوابهم يوم الثلاثاء الماضي من قبل الشرطة القضائية في مدينة طنجة، وذلك بشأن الشكوى اللي قدموها ضد أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وبسبب تصريحات ويحمان واللي كتشير إلى اختراق جهات خارجية لحراك الريف والزفزافي ورفاقه. وكيطالبوا الوكيل العام بالعاصمة الرباط بفتح تحقيق في هذه المزاعم الخطيرة جدا. ووفقا للمصادر شمل التحقيق الاستماع إلى الأشخاص اللي تم استجوابهم، وهم سمير أغيد، محمد حاكي، زكريا آدشور، نبيلة محيجيق وناصر الزبزافي. وجدير بالذكر تقدموا في 25 أكتوبر الماضي بشكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد المدعو أحمد ويحمان في إطار الاتهامات والتصريحات الخطيرة اللي وجهها الحراك الريف بأنه مخترق من طرف أجهزة ومخابرات خارجية. ومن المتوقع في القريب العاجل تخضع شرطة القضاء بالرباط أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع للتحقيق في هذه القضية واللي طارت الرأي العام الوطني. كما طالبوا المشتكون من النيابة العامة تفتح تحقيق في هذه المزاعم نظرا لاحتوائها على شبهات تمس أمان البلاد واستقرارها، واعتبروا أن الاتهامات اللي وجهها أحمد ويحمان إلى حراك الريف هي باطلة وغير صحيحة.